كل سنة وانتوا طيبين يا حبايبي، وصلي على الحبايب قلبك يطيب. خشي يا حبيبتي انت وهي اتفرجوا على الحلقة، ولو عجبتكم قولوا لي رأيكم في التعليقات، واعملوا لنا كمان تعليقات كتير لايكات كتير، واشتركوا كمان. اخ يا نياب، اخ ايه الحر دي؟ ده الواحد حاسس ان مصر دخلت النار. لا ده الحر مش معقول. ايه دي؟ ده انا حاسه ان الشمس يعني سنة اسنانها علينا اليومين دول. فيه ايه؟ ده احنا غلابه، بالله غلابه. بالله عليك يا شمس اهدي علينا شويه، احنا مش قدك. مالك يا بنتي يا هنيه؟ ماشيه كديها عماله تكلمي في روحك. مالك يا حبيبتي؟ ازيك يا خالته مفارش؟ عامله ايه؟ هايجه ولا ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. انت عامله ايه؟ وامك كمان وسيدكي؟ الحمد لله كلهم كويسين وبيسلموا عليك. يسلموا يا اختي من كل راضي، وقولي لهم اللي انا بسلم عليه. الله يخليك يا خالتي. حاضر يوصل ان شاء الله. امال انا يعني سمعت يا بنتك دي خبريه بس مش متوكده مين. خبريه ايه يا خالتي؟ ما الاخبار على طول بتوصل طياره. يا اختي هي في حاجه بتستخبى في البلد دي؟ ده البلد كلها اوضه وصاله، والنبي ما حصلت اوضه وصاله حتى. ده اوضه وصاله تاخد وقت على ما توصل. قولي يا خالتي، قولي سمعتي ايه؟ خير؟ ما خير يا حبيبتي ان شاء الله. حد قال ان هو شر يعني؟ ربنا يحفظك يعني لبيتك ولعيلتك يعني ولجوزكي. قصدك ايه يا خالتي؟ قولي يا حبيبتي قولي. ده سمعتي يا بنتي اني غضبانه؟ ده حقيقي يا بنت؟ قولي كده بقى. طب غضبانه مش غضبانه دي حاجه تزعلكي في حاجه؟ يا بنتي هتزعلني في ايه؟ انا بطمن عليكي يا بنتي، ده انت زي بنتي. لا يا خالتي ما فيش حاجه، خير ان شاء الله. ده انا قاعده بس عند امك ده يومين عشان تعبانه. تبقي حامل يا بنتي؟ تبقي حامل؟ يا مصبر العقل والدين يا رب. لا يا خالتي مش حامل والله، اتمنى بس مش حامل. الحمد لله على كل شيء. ليه يا بنت؟ ليه يعني؟ انت متجوزه بقالك حبه دي، يعني ما تدوري على الموضوع دي. شوفي بقى العيب منك ولا منه، ولو في حاجه يعني تعالجوه. بقالي ياما ايه يا خالتي؟ ده ما كملت الشهر ونص. ايه اللي بتقوليه دي؟ وبعدين ربنا هو اللي بيرزق. ما ربنا هو اللي بيرزق يا بنت. ايوه ما انا عارفه، بس لو في حاجه يعني محتاجه تتعالج كده من بدرة الحاجيه. لا ان شاء الله ما فيش حاجه. يبقى يا بنت انت عملتي يا بنت وشفتي وعرفتي ان ما فيش حاجه. انا عارفه يا بنت ما بتحبيش تطلعي صدرك بره. ما دام انت عارفه يا خالتي تسالي كل الاسئله دي ليه؟ انا يا بنتي ده انا عايزه اطمن عليك، ده انت زي بنتي. لا انا كويس الحمد لله وبخير ومش حامل، والحمد لله ولا لا في حاجه ولا جوزي في حاجه. في حاجه تانية عايزه اطمني عليها اطمنك. طب قوليلي مرت ابوكي ولدت ولا لسه؟ لا دي مش هتسكت النهارده. لا لسه ما نعرفش عنها حاجه. راح بقى دار ابوهي ونشوف الموضوع دي. يعني هي مش في دارك يا بنت؟ لا يكون حصل حاجه بينها هي وامك ولا بينها هي وابوك. ايه اللي حصل يا بنت؟ ايه اللي حصل؟ لا والله يا خالتي ما حصل حاجه. هي خدت روحها كده وخلقتها وقالت انا هروح اقعد عند امي يومين لحد ما اولد، وما نعرفش عنها حاجه. بس عيب يا بنت، ازاي ما تعرفوش عنها حاجه؟ ما تروحوا تطمنوا عليها وتطمنوا كمان على اللي في بطنيه. ان شاء الله يا خالتي هنروح. ماشي يا بنتي. وستك عامله ايه؟ والحاج حسنين كمان سمعت انها سايبه الضربه جالها بتاع اسبوع ولا حاجه. انا نفسي اعرف انت قاعده معانا في الدار. ايه يا بنتي؟ لا ده احنا بنسمع يا بنتي بنسمع. دي البلد يا اختي ما بيبلش بقاها فولي، كل واحده ماسكه يا اختي يعني ودان التانيه، وهاتك ما بتسيبش حاجه غير لما بتقولها، ما انت عارفه. بس انتوا شكلكم مش بتجيبوا غير سيرتنا. يا بنتي احنا هنجيب سيرتكم ليه؟ ده احنا عايزينكم بخير وكويسين، وبعدين احنا بندخلش يعني في حياه حد ولا بننم على حد. ده على الخلق للخالق. انتوا ما سبتوش حد في الخلق خالص غير لما جبتوا سيرته. ده انتوا بتقطعوا في فروه اللي رايح واللي جاي واللي طلع واللي ناز. خلي الواحد ساكت يا خالتي. حرام عليك يا بنتي، ظلماني والله. زعلتيني منك يا هني. لا زعلتيني بجد. لا ما تزعليش يا خالتي، انا بهزر معاك. ماشي يا بنت، عايزه حاجه يا بنت قبل ما امشي؟ عايز سلامتك يا خالتي، بسلمي لي على العيال. الله يسلمك يا حبيبتي، سلمي لي على امك وعلى ستك كمان وعلى خالتك ماري، اصلا مش بشوفها كتير. ماشي يوصل ان شاء الله يوصل. ماشي يا حبيبتي عن اذنك بقى. يا لهوي رطاطرات ايه دي؟ وبعدين ايه ده كله؟ ده عارفه عننا اللي احنا ما نعرفوش.
الجو حر قوي، الجو حر. ما اشوف بقى ما عايزه ايه تاني عشان اروح. ايه دي؟ معقول دي هنيه؟ ايوه هي. لا مش هكلمها، انا همشي. بس ازاي يا حموكش؟ دي مرتك. ازيك يا هنيه؟ الحمد لله. استني يا هنيه، استنى، عايزه اتكلم معاك. لو عايز تتكلم معايا وبقى تعالى على ابوي اتكلم معاه. طب استني طيب نتفاهم انا وانتي، وبعد كده هاجي لابوك. نتفاهم على ايه يا حموكش؟ نتفاهم لما امك طردتني من الدار. دي داري دي لما اطرد مني. ماشي يا حموكش، وانت ما هنش عليك ترفع عليا سماعه التليفون. انت بتقولي ايه يعني؟ مش انت اللي مشيتي وسبت الدار وقلتي مش رجعتكوا تاني؟ من اني ايه الكدب دي؟ امك كمان كدبت عليك وقالت لك كده؟ خليك ماشي وراه، خليك ماشي وراه يا حموش لحد ما تخرب دارنا. انا ماشي. استني بس يا هني. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. انا مش فاهمه المره دي عايز تخرب داري ليه؟ استني يا هني، استني انا تعبت من الجري وراك. استني يا هني انا بكلمك. عايز مني ايه؟ ده انا طلعت وحشه قوي، طلعت انا المصيبي، انا اللي خربت الدار، انا اللي سبت داري ومشيت. شفتي يا حموكشي؟ يعني انت ما عملتش دي؟ مش انت اللي سبت الدار وقلت مش راجعه تاني؟ ما حصلش. يتقطع لساني لو قلت كدي. امك كداب، ومش عايزه اقول لك من بدري يعني. عيب يا هنيه، عيب لما تتكلمي على واحده قد امك كدي. قد امي بس كداب. انا مش فاهمه هي عايزه تخرب داري ليه؟ انا عملت لها ايه؟ ده من ضربتي. اكيد يعني مش قصدي، اكيد هي فهمت غلط يا حموكشي لما تخرب دارنا. خليك مشي ورا امك. كل اللي تقولك عليه قول لها حاضر وامين. كل اللي حصل بيني انا وامك بامانه الله وحياه المصحف ان انا قلت لها انا جاي للحموكشي ان انا رايحه عند امي. قالت لي لو رحتي ما ترجعيش. قلت لها ماشي، انا ما دام جايه لجوزي خلاص. قالت لي لو هوبتي ناحيه الدار دي هقطع لك رجلك. امي عملت كدي؟ لا يا حموكشي، امي اللي عملت كدي. ما تصحصح معايا كدي بقاني تتقال علي اناني اللي قلت انا مش راجعه الدار تاني. امك دي نصابي وكذاب. عيب يا هنيه، عيب، قلت لك عيب. ما تلمي روحك بقى مهما تكون امي غلطان. انا مش هسمح لك انك تغلطي فيه. انت لسه بتجاوح وبتدافع عني. انا ما بدافعش عني، انا بدافع عن غلط اللي انت بتقوليه دلوقتي. بس امي غلطان. ان شاء الله هنيجي نزوركم بالليل. لا ما تجيش يا حموكش، انا مش فاضيان. بطلي اللي بتعمليه دي يا هنيه. انت عايز تخرب الدار. انا اللي عايزه اخرب الدار دلوقتي يا حموكشي. ماشي، انا اللي عايزه اخربه يا حموكشي وطلقني. انت بس يا هنيه الامور ما بتاخدش جديد. لا حداياني بقى بتتاخد جديد. وعن اذنك ما تجيش ورايا تاني. يا هنيه اهدي يا هنيه. حول الله يا رب، يا حول الله. اعمل ايه هني؟ الاقيها من امي ولا من هنيه؟ انا تعبت من الدار دي. وانت يما اللي مقيمه القيامه ومش مخليها تنام، وفي الاخر تقولي لي مرتك. ماشي يما لما نروح لك. قلبي دقي لما شفته وقعت فيه. قلت قلبي حبه قال لي مش خساره فيه. قمتي دايسه بقلبي جامد اصلا انا هموت عليه. كل الناس عندي في كفي، هو الكفه باللي فيه، هو الكفه باللي فيه. يا ابو قلبي بندقية، انا قلبي فيك قتيل. مشيها سمسمية، ده اللي بينا مش قليل. انت الحته الطريه عندي ما فيش زيك كتير. ها تعمل ايه يا نصيبي؟ ازيك يا بنتي هنيه؟ تعالي اقعدي معايا. تعال اقعد معاكي. هبب ايه؟ بتهببي ايه يا بنت؟ قاعده يا اختي مستنيه اللي في الفرن يطلع عشان احط غيره. امك فين يا بنتي؟ مش باينه يعني. يا اختي هتلاقيها قاعده هنيه ولا هنيه. وانت يا اختي يا حبيبي كنت بتغني ايه؟ انت بكره تاخدي فوق دماغك، انت مش عارفه حاجه. يا اختي خلينا اجرب زي ما انتوا جربتوا. اشمعنى انتوا يعني؟ جربي بكره تاخدي فوق دماغك. لا اقول لك عمتي نهيت غلباني، والله غلباني زي التعبانه السوس اللي عندي. شيطانه كبيره جديه وافعي مقفعي. ليه يا بنت عملت فيك ايه تاني؟ لسه مقابله حموكشه يا بنت في السوق، وقال لي ان هي راحت قالت له ان اني اللي قلت هسيب الدار، وقلت لهم مش راجعه الطرد المعفنه دي تاني. دي المره دي مش سهله، عايزه توقع بينك وبينه عشان ما تصلحوش. وهي اصلا اللي قايله لي ما تجيش الدار تاني. خلصتي يا بنت ولا لسه؟ دي انت هنا يا هنيه؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله يا خالتي بخير. انت عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي بخير. انت ايه اخبارك؟ وامك كمان الحمد لله بخير وبتسلم عليك. سمعت يا بنت اني غضبانه؟ ده حقيقي يا بنت؟ يا البلد ده ايه ما بيبلش بقاها فولي. لا يا اختي مش البلد دومكي.
ده حقيقي امي مش بتبلغ بالقافول. اكدب عليكي؟ قولي لي يا بنتي، قولي لي ايه السبب العقربه اللي عندي في الدار. قصدك حماتك يا بنت؟ هي في غيرها يا خالتي، هي اللي ممرره عيشتي. يا بصراحه حماتك صعبه قوي، الله يعينكي. الله يعيني 10 مرات. ده الوليه عملت فيا حته فاخ. قالت لي مش هتروح عند امك، وانا قلت لحموكشه وحموكشه قال لي روح، وبعدين اتخانقت مع حموكشه ساب لنا الدار ومشي. قلت خلاص انا هروح عند امي. قالت لي لو انت مشيتي من هني ما ترجعيش تاني. قلت لا خلاص ماشي، على اساس بقى ان حموكشه يرن عليا يقول لي ما جيتش ليه، عملت ايه، فاقول لامه قالت له ايه، ويعني نصلح الموضوع. لقيته ما رنش خالص. النهارده قابله في السوق، فضل يجري ورايا عشان يسالني انا ليه عملت كده. عملت ايه يا حموكشي؟ تقول لي امي قالت لي انك سبت الدار، وقلت انا مش راجعه هنا تاني. شوف الوليه بتلف الكلام ازاي. حماتك مش سهله انا عارفاها. هاد الوليه ايه لبستني تهمه عشان طلعت حدا. قال ايه من غير ما نخبط يا اختي؟ ايه المصيبه دي؟ ده احنا كنا مكسوفين نخبط. بس ليه وليه يا اختي؟ دخلنا البيت الابيض. ده اسمه يا خالتي البيت الاسود، البيت الاخضر اكديه، ما يتقالش عليه البيت الابيض ابدا. يعني انت بتنصحيني بايه يا هنيه؟ ما تجوزي يعني يا اختي؟ تجوزي. هو الجواز دي زي ما بيقولوا دي شر ولابد منه، لازم يتعمل. انا تفضلي قاعده لنا بوسكي دي يا اختي؟ اتجوزي يمكن يطلع بطيختك يا اختي حلوه. ما الجواز دي بطيخ، لا تطلع حامري لا تطلع قارعي. لا مهند كويس، وكمان ناهد طيبه وكويس وغلبانه وبتعرف ربين. ده حقيقي والله حقيقي. بس برضه يا خالتي الحما عمى والله. مهما تكون هتفضل تغلك دي وتغير من مرات ابني. على رأيك يا بنتي، على رأيك. الواحدة لما بتشوف حد بيشيل يعني عايلك دي ابنيه، وتشوفه كده رايح مثلا لحد ومش عايز يروح ليه، بتغير. ما بالك بقى لما تجوزه وتحس ان هو بيحب مرض. طبيعي ان هي تغير يا بنتي، ما تغير يعني. يا اخواتي انت عندك حق في اللي انت بتقوليه ده كله، كل كلامك جميل وحيل. بس انا ذنبي ايه؟ انا متجوزه عشان اعمل عيله واسري، مش نتنكد عليا ويتكذب عليا كمان وتطلعني كمان ان انا اللي غلطانه، واهلي كمان ما عرفوش يربون. قال تقول لي ايه؟ تقول لي مش هتروحي لامكي غير مره في الشهر. المره دي بتحلم عند امي مره في الشهر. المره دي مجنونه ولا ايه؟ دمك على طول وراك في الشارع اللي وراك. ماني بقول لها كدي تقول لي لا انا كنت بروح لامي مره في الشهر، فانت تعملي زي الله. دي مره مجنونه على الاخر، الله يجيرنا منها. ربنا يهديها يا خالتي، ربنا يهديها. احسن ما اروح اجيبها من شعري الوليه دي، انا تعبت منها. هتخربي دارك يا بنت. انت بتحبي حموكشه وحموكشه بيحب. بحبه يا خالتي والله بحبه، وهو اللي مخليني استحمل كل دي. شفتي بقى يا اختي وبتتريقي عليا يعني؟ ده انت واجعه يا بنت. واجعه ايه؟ واجعه سودة. يلا انتوا عايزين حاجه؟ انا هروح عشان امي هتقلق علي. بنت هو انت جايه في ايه وماشيه في ايه؟ ما تقعدي شويه. لا والله يا خالتي ما ينفع، دمك موتني. مكبعتاني اجيب خضار واجيب حاجات، لقيت نفسي يعني قريبه من داركم دي واعدي عليك. قلت اما اخش اسلم عليك، بس هي ما تعرفش اني جايه دلوقتي وبعدين هتقلق علي. ماشي يا حبيبتي سلمي لي على امك. الله يسلمك. ما البنت الجاموسه دي تتجوز امتى؟ احنا خلاص هنتفق ان شاء الله النهار. المهم يعني هو هنكتب في الكام يوم الجايين دول. ربنا يتمم لك على خير يا سعاد. بس المهم دلوقتي عايزين حاجه مني انا همشي احسن امها هتموتني. ماشي يا حبيبتي خلي بالك من روحك يا بنت. حاسين انه بتكلموا عيله صغير. ماشي السلام عليكم. وعليكم السلام يا حبيبتي. وعليكم السلام. اما انت فين يا اما فيه يا ابني؟ فيه ايه؟ يقطع جوفك مالك؟ انت ليه كدبتي عليا يا اما؟ ليه عملتك دي؟ ليه عايز تخربي داري؟ انا يا ابني ليه عملت ايه؟ ليه كدبتي عليا وقلت لي ان هنيه هي اللي كسبت الدار ومشي، وقالت انها مش راجعه هنا تاني، والكلام ده ما حصلش. انت اللي قلت لها ما تجيش تاني. انا يا ابني يقطعني لو قلت حاجه زي دي. ايه اللي بتقوله دي؟ انت عرفت الكلام ده منين؟ انت قابلتها يلا ولا اتكلمت معاها؟ كل الحاجات دي ما تخصكيش. اكلمها اقابلها دي مرتي وعمري ما اسيبها ولا افرط فيه. انت بس اللي عايزه افهم، عايزه تخربي داري ليه يما؟ عايزه ايه يعني انا لما اطلق هني هتجوز يعني على مزاجك؟ لا مش هتجوز على مزاجك، انا هتجوز اللي هتعجبني. مالك يا واد داخل عليا بزرابينك كده ليه؟ مالك يعني؟ احنا يعني غلطنا في السفيرة عزيزة يعني ولا السفيرة عزيز؟ مرتي احسن من اي حد، وفي عيني يعني
اغلى واحده في الدنيا. عارفه يما لو هي اللي كانت غلطت فيكي انا طلقها واختي، بس هي ما غلطتش فيكي وبتحترمك وبتستحملك كمان على قد ما بتشتميها وبتعملي كل حاجه فيها. بس اكتر من كده مش هقدر بقى افضل ساكت. انت عايز تخربي داري الوليه، يعني فاكراني ان انا اللي سايبها، وانا كمان فاكره ان هي اللي سايباني. ليه يما؟ يعني انت بتقدري تنامي ازاي وتحط راسك على المخده وانت خاربه دار ابنك؟ يقطع جوفك مالك يا والي، مالت دماغك وسخنتك على امك. امي لو بتحبني هتخاف عليا وهتخاف على ضهري وهتخاف على شحطتي انا ومرتي. انا مش بحبك يا حموكشي، بعد كل دي مش بحبك. جه ربي يا خايبه للغايب، انا بعد العمر ده كله ده انا تعبت عليك انت واخواتك وعمري كله راح عليك. يا خيبتك يا خيبتك يا خيبتك. بطلي يما الحبه اللي بتعمليهم دول، كل مره تاكلي عجلي بالحبه اللي بتعمليهم دول. تبقي غلطانه فيا وفي اهل مرتي وفي مرتي كمان، وتفضلي تلولولك دي وتعملي اللي بتعمليه. بطلي يما اللي بتعمليه دي، انا مش هضحك عليا تاني، انا مش ههبل. انت امي من زمان وعارفك وعارف حركاتك، كل لما بتتزنجي بتقعدي تعيطي. لا يما انا مش هسيبك تخربي في داري وافضل ساكت. انا هروح بالليل لهنيه واصالحها وانت هتيجي معايا. لا انا مش هروح للعقربه دي. تجيش يما انت حر، بس انا بقى هاخد دار لحالي. بتقولي يا حموكشي عايز تسيب امك يا حموكشي؟ امي اللي مش عايزه تسيبني في حالي ومش عايزه تهدي سيري. انا نفسي اعرف هنيه عملت لك ايه من ساعه ما اتجوزت وهي بتقولك حاضر وماشي وكل اللي انت نفسك فيه. ليك بقى بتكرهيه؟ قلت القعده ولسانها طويل وبترد الكلمه بكلمتي، بترد في الحاج. يا ما انت عايزه واحده خالصه يعني؟ لا ده انت دماغك مليانه على الاخر. ماشي يا حموكشي ماشي، بعد ما احمل فيك واخليفك واكبرك واربيك واعمل فيك كل دي، في الاخر انت عايز تسيبني وتمشي؟ عادي يما، يعني مش مفيش نص ديني يخليني ان انا اقعد معاك. انا مش عيل صغير، ما هي كمان سابت امي اللي كبرتها وحملت فيه وربيتها وجايلنا هنيه عشان احنا نهينها. ما ينفعش يما، دي جمانة امانة من عند ربنا، ما ينفعش اهيني ولا سيبك كمان تهينيه. احنا بنستحملك عشان ست كبيرة، بس لما تغلطي في حقنا بقى بالطريقة دي لا، يبقى الف لا. انا ما احبش حد يتدخل في حياتي. انت بتكلمني كده يا حموكشي؟ ماشي يا حموكشي ماشي، اللي انت بدك اياه يا حبيبي هعمل اللي انا بدي اياه. تيجي معايا بالليل نروح لصالح البيت وتجيبها على دارها. ماشي يا حموكشي ماشي عن اذنك بقى ياما. يا خرب بيتك اللي انا عملته في روحي دي. هروح يجيب لي الشيطانه دي تاني او هياخدها ويمشي بره. لا انا لازم اروح شوي عشان ما ينفعش كده انا اللي غلطان وكده هياخدها ويمشي. لا انا مش هسيب ابني يمشي ابدا من حضن.